عسلامة، مرحبا بكم الناس كل في بودكاست قياديات. اليوم نستضيف معنا صاحبة مؤسسة سونيا العميري، شركة لتعليب زيت الزيتون، شركة رائدة في الوسلاتية لتعليب زيت الزيتون. باش نرجعوا على الباركور بتاعها باش تشوفوا معناها فريمون باركور اتيبيك مع سونيا. دونك مرحبا بك سونيا. بيك يعيشك. آه، نشكركم برشا على الاستضافة. عايشك سونيا، مرحبا بك. بيك يعيشك. دونك البودكاست نتاعنا هذا في اطار البروجرام تاعنا بي ام او فيمينا، نحاولوا نقدموا شخصيات نسائيه معناها رائده في الاعمال. الحق شفنا الباركور نتاعك معناها اللي ديجا نرجعوا بالكدا للمراحل نتاعو. اما من الاول نحاولوا نشوفوا نخليوك في الزون دو كونفور نتاعك. والسؤال ديما نقولوا كيفاش سونيا جات من الوسلاتيه كذا، كيفاش عملت شريك، كيفاش وصلت شركه نورمالمون راهي سونيا شهاره كما نقولوا في بلاصه كذا بعد ما كملت قرايتها. كيفاش جيت لعالم الاعمال نقولوا فرونتيز. والله أنا الساعة سونيا عميري، عاملة تكنيسيان انفورماتيك 2006، عاملة ماتريز انفورماتيك ابليكي على جيستيون 2008. كملت ماستر كوميرس الكترونيك. اون باراليل وقت اللي كملت التكنيسيان متاعي مشيت باش نخدم، لقيت توب اوبستاكل اللي هو ما فماش معناها بوقتها اللي ميتريزا انفورماتيك قاعدين يخدم. مشيت طب صبيت دوموند باش نخدم، خاطر انا كيف دخلت على اساس باش نقري استاذه. مشيت عملت كور دو سوار ميتريز انفورماتيك ابليكي لا جيستيون. في النهار انا سبقتك في البي اف بي ام او. مشيت عملت على السيرفيس غارونتي في شركة، مشيت عملت ستاج متاعي. بعد ما عملت ستاج متاعي جاتني الفكرة بوركوا با ما نحلش أنا شركة في الانفورماتيك. وبديت دخلت بعد ستاج عيطولي زادة باش نخدم، وبويسك أنا نقرا كور دو سوار نخدم في الصباح وفي العشية نمشي نقرأ. الأوبجيكتيف متاعي باش نتعلم كيفاش نجيري شركة وأنا في الشركة. انا تو قاعد نسمع فيك ما حكيناش على زيت زيتون جنب. مازلنا لا مازال زيت زيتون. من انا احكي لك معناها من الاول بالحق كيفاش الباركور معناها. بديت على اساس هكاكا، ومن بعدين حليت بيرو انفورماتيك. معناها في الوقت اللي كملت الميتريز نتاعك بديت تكنيسيان، كملت تكنيسيان، عملت ماتريز، وان باراليل حليت البيرو انفورماتيك. حطيت فيه اختي اما نجيلي فيه انا في البيرو هذا نعملوا نبيعوا لي زورديناتور. اما ريالمون معناها ناخذ روفوندور ونصلح لي زورديناتور. سيرفيس بيرو دو سيرفيس، كل شيء كل شيء كل شيء ما نسيبوا شيء. نقرافوا لي سي دي، نقرافوا لي لوجيسيل دو فورماتاج. اي قبل 2010 اي وقت السي دي هاي ضاربة وقتنا. اي مش كما توا نعملك السيرفيس دو غارانتي هذيك، معناها السيرفيس ابريفونت نتبع معاه والكل. حليت البيرو باراليل كملت نقرا، ومن بعد زاد حليت بيرو ثاني انفورماتيك. ومن بعدين لقيت بديت نخدم، وليت انا نخدم معناها في بيرويا. فما روتين وفما اون باراليل حالة بيرو. قريت بعد ما كملت الماتريز نتاعي ماستر، قريت عامين قريت عامين انفورماتيك زاده. معناها معناها بريفي قريت ما وقتها كابيس ثم ونعديت الكابيس عامة العرس. انا عديت الكابيس، جيت في الليست داتونت وقتها. ومن بعد ما جابوا كابيس والكل قال كي قريت عامين، كي مشيت قريت والكل لقيت ماكش تعليم. مانيش انا صورة نمطية هي من برشا معناها يحبوا معناها تعليم يمشيوا حاجة هيك اللي ثم كراحة متاع الصيف. ما نعرف مهنة معناها نبيلة ومهنة ماهيش سهل هذا تعرف. حتى انا حب التصويرة هذيك انت انا كيف مشيت هكاك كانت عندي اللي راحة واستاذ. كانت عندي انا اوبجيكتيفي باش نقري شوي. كيف قريت بالرغم تلامذتي وقتها في الباك، قريت باك انا ما شاء الله في الانفورماتيك كل جابوا مينيموم 14 دو بالله معناها. مي لقيت روحي مش انا معناها مش هكاك مش انا وكهو معناها ما تحبش تكون ما عادش حاجه هي بيدها تعاود تقري فيها تتعاود نحب حاجه فيها انوفاسيون. وانا عندي غرام بالفلاحه راني بالحق عندي الغرام هذيك.
كيف أنا معناها مبارالين نقري وحتى بنية في البيرو ما عادش أنا نمشي البيرو هي هكاكا. جاتني ثم بروجي اسمه أجريبرونور 2.0 مع جيزيد وقتها حل لابيل كونديداتور سجلت فيه. ما عنديش فكرة ما كانتش بصراحة معناها الفكرة واضحة. معناها دخلت باش نتعلم خاطر جست تتعلم. أي أنا خاطر بار إني عاملة ماتريز انفورماتيك عملت السيفي عملت كونفيونس في سوا عملت برشا دي فورماسيون. لي فورماسيون أي الكل فورماسيون موجودة نمشي نعمل فورماسيون نحب معناها كيك نعمل فورماسيون. ونقول كل شيء صار. ولا حكايه الفلاحه معناها حاجه برودوي تابع الفلاحه الواحد ما كانتش عندك من قبل من اللي انت تقرا ولا ملي أنا نقرا كنت ديما عندي الفلاحة عنا إحنا فلاحة نزرع كنت برشا نزرع ونحنا ديما نشدوا الزيتونة تعرف كيش نزرعوا ما نشروش نحنا الزيتون كما تعرف فسرنا كوب الزيتونة نبدا عامل عليها جو نخزر أمي والكل كيش يشدوا الكوبة ثم هكاك الكعبورة تبدا في الزيتونة جربوها حتى نشدوا نقصوها هكا ونعملوا حفرة نحطوا الغبار ماك الغنم اللي موجود والكل ملوط التراب وبعد دك الزيتونة تلفت بعد نقولوا احنا الليل السود يغرس كل عود وفي الليل البيض تبدا معناها في الليل السود نغرس ومن بعد ما وقت يجي الربيع وتبدا تفتح تحسك الكوبه هذيك طالعه هكا شويه وانت كانت تتلهي به والكل تولي زيتونه يعني زيتونه الكل بالحق براتيكمون كيش عملناه معناها مش مزروعه زيتون لا ولا لا كوب ماك الزيتون نحن خاطر عندك الزيتون نقولوا نحن القديم الروماني الشجره تبدا كبيره والكل يقسموها والكتاب ده مثلا زيتونه كبر يقسموها الزيتون هذيك نحطوه في التراب من بعد يطلع برشا عودة ولا عود تنجم وتولي زيتونة. دونك الشغف نتاع الفلاحة موجود. أي موجود. يعني ما عشت فيه هذيك العائلة. مثلا ديما بحث في الجردة نتاع دارنا ديما نقول بابا بني لي هكا نعمل هكا الحفرة تطلع لي كيف تطلع أنا شيخ عليها نزرع برشا. حاجة تعملها يعني. وحدي وزيد الغلة مثلا أنا الغلة نحب نحيها بيدي ما نحبش نشري من الأسواق. أنا نحب الغلة الحمد لله راني قبل الغلة ذي كان نمشي بعد هذا وانا كبرت نقول محفروا لي اي حفره موجوده حتى حفره صغيره نجيب خوخه نجيب مشميشه نزرع فيها تطلع لي فهمت امي تتلهي حتى كنا بدينا مش نواصلوا نتلو به بعد الناس الكل تو نسيخوتي نقول ما انا نزرع وانت هكا شي خيفه يعني وري شجره عند مثلا جارتنا تنتج بالقدا ولا حاجه انا ناخذ منها عود ونمشي نشتل منها هذه اللي البازم معناها من لولو معناها العلاقه مع الارض موجوده معناها موجودة ماهيش حاجه هكاك جات فجاه وحتى كيف قلت لك البروجي ذا جريبنو 2.0 حل باش يكونوك تكوين حاجه وتابعه الفلاحه حاجه بوركوا با عايشه فيها اي وفما معناها وقتها كنت عندك فكره نتاعك باش تعلب زيتون ما عنديش كل شيء هي كانت ما نقولوا مش نمشي بربي شو باش يعاوني وكيفاش نحل وكيفاش باش نعمل وكيف اسمع بصراحه تصور كنتوا تبيعوا زيتون نبيعوا فيه فراغ عادي معناها اي فلاح يهز للمعصره الزيتون والا خويا هذا مبوس اش معناها التبويز الزيتون نتاعنا الكل تك يمشي للمعصره يهز للمعصره الباز هو على 12000 يخلص كل شيء ويخلي لهم الزيت غاد وياخذ 12000 ويدور فلوس وكا هز زيتون ياخذ فلوس صحيت يبوز الزيت عادي مثلا اليوم الباز ب10 او ب20 انت والباز معناها انت والنهار الباز هذاك الكور هذا الكل ما عندي مش عاجبني معناها وفي نفس الوقت انا جوي ما تحسش اللي مثمنك الزيتون مش مثمن كل في البيت من بلاستيك كلها تاكل في البلاستيك يبدا بدون بزيت الحاكم يحط فيه زيت الزيتون يبدا بدون فهمت هذاك اللي عندنا نحن الكل وقتها كيف بديت في الفورماسيون اول نهار عجبتني كفورماسيون جابوا فورماتور ولا نسيت حتى شكون بالحق فورماتور تحسوا ضرب على الوتر الحساس قال بدا وقتها بفكرة إنه جيل الصبار يداو به الحصنة يعملوا به يعني إحنا معناش الصبار يعني عندي فلوس لاتي دونك أنا عندي زيتون أنا الزيتون وجبل السرج والزيتون أنا أمي من القليعة نقولوا نحن وين جبل السرج أنا كي نسمع جبل السرج نقول سليانة ديما قريب لنا سليانة نعرف قراب لبعضهم
بالحق وقتها أنا هو يحكي الformateur وأنا نكمبص في الفكرة عرفت. بديت بديت الفكرة هكا تنضج. تنضج جاي فهمتك. بشوي بشوي. جاتني الفكرة قلت فك الزيتون نبيعو فيه في البلاستيك إمم. علاش ما نعملوش أنا ويوصل للعالمية وفي دبوزة فالور اجيتي آه. وتحاليل من غير ما نحلل أنا أنا أي زيت نمشي نعملو تو يجيني زيت دو هوت كاليتي خاطر نعرف نحنا لا نديو من عند حتى ربي كل شيء بيولوجي طبيعي معناها entre بيولوجي parenthèses. طبيعي كل شيء. من وقتها معناها بديت من الحصة الأولى خرجت بالفكرة هذه قلت سي بون أنا توا هاي فكرتي اللي باش نقدم بها وكان صارت سيليكسيون صارت هذا هو ما إمم. عنديش غير هكا معناها. وبديت بصراحة كل حلمة تكبر من وقتها بشوية بشوية. قداش كنتوا أنتم بربي وقتها كيف بدينا في البروجي على القروين برك قريب إيه بال500. تبارك الله. ومن بعد صارت سيليكسيون بقينا 200 ومن بعد 200 بقينا 30. 30. اي قعدت كان العباد فريمون اللي تحب تكمل اي معناها. اي وانا ديما تصير سيليكسيون بقيت الاخر وبعد جابونا لو اني انا حتى جابونا وقتها كوتش انا نخدم قلت لك عندي بيرو انفورماتيك نعمل كيسين بيرسوناليزي نطبع التركوات نطبع لي كاسكيت. السنس تاع التجارة تبارك الله موجود. حاسيل وين الفورماتور اللي جاي له وقتها ما قدمش بيا وخر بيا نحس معناها الكوتش اللي جاي. قال لي كمل في هذا قلت له هذا في الجيم هذا كلام انا تحبش. هانو موجود وهذاك هذاك التوب نتاع معناها هذاك اي معناها ما عندوش مجال ولا عندوش افاق. تحسوا مش ابار حتى افاق هكا هو ما هانو ما يخدموا باش تطور هانو قاعد يتطور ونحط انا مع غادي ما تشوفش روحك غادي بعد 5 سنين و10 سنين مش هذاك نحب التلاوي الطلق نحب ندور نحب اي 4 حيوط مسكرين عليه وانا قاعده نهار كامل انت ديجا بعدت منها كنت تخدم معناها ما سلعيه. هيك هاو بديت بالفكرة والله حتى كيف بديت الفكرة مش كنت ننتظر فلوس ولا ننتظر حاجة هاني غرام هانو غرام وهانو عندي البيرو هذيك وهاني نمارس في الغرام نتاعي معناها خليني نعمل قيمة مضافة للبرودوي السائب هذا. بديت هكاك طلبت من اللاهي بالجازات كل قلت له كوتش هذا ما نجمش نقدم معاه ومش نبطل معناها ما نعدش ما نجمش جاب لي كوتش اخر قلت له ما عنديش وقت. انا كان باش تقدم بيا هاكا قالت لي اجي احضر معنا حصه هذا وقتها اللي نحب اللي نحلم به انا لقيته مثلا انا عندي حلم كبير الحلم هذيك بديت بشويه 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 عملت بلان دافير مع الكوتش هذايا معناها خدمت خدمه اي مدام سوسن قال لي والله بالحق نشكرها برشا. عملت البلان دافير فيني بلان دافير هذاك اللي باش تخرج به معناها هما الهدف نتاعو وعطونا فينونسمون صغيره وقتها باش تعمل بروتوتيباج عملت البروتوتيباج نتاعي دبوزت ايتيكيتي بري جرانت اللي وصلوا الفيناليست بديت بك اللي بوتي هذيك فينال نشارك في الكونكور ديما ميداي دور ديما وان باراليل نقرا في الديغستاسيون دوليف باش كيفاش معناها كيفاش ويل دو هوت كاليتي تخرج ويل دو هوت كاليتي من الشجره مازالت ما حتى ما عملتش الثمار اللي خرجت معني تولي لك اوليفي بروسيس كامل تاع الانتاج من اي بروسيس كامل اي دوتر وقتاش زاد الستاد دو ماتوريتي نتاع الزيتونه وقتاش باش تخرج لك الزيت فيه لي كاركتيرستيك فيزيوشيميك كامله مش انت مرات تعصر هو اخضر برش يطلع لك البروفينول ما يتيحوا لك دي كاركتيرستيك اخرين مثلا ماذا بك ديما تكون خد بخد الزيتونه تبدا فيها لي كولور كله نقول انا الموف النوار الفير تجيك كيما نقولوا نحن انت تو باش تعمل جو هو الزيت شنو موجو جي نتاع الثمره هذيك جو هذاك كي يكون لك انت الثمره ناضجه ومريقله باش يجيك جي مريقل كيف تعمل تجي في دارك وباش تاكل كي تجي تشد الثمره انت تبدا مغفصه ولا تبدا فيها ريحه باش يعطيك ريرغو في الجو هذاك معناها صح سهله هي الحكايه عمليه بسيطه معناها كاين كاليتي باهيه وقتها دكتوره مدام كوثر بشير نشكرها برشا خاطر بحق وقفت معي بالكدا في الديكستاسيون في التكوين كونتني بالبي. معناها راتني البروفيل اللي
تنجم سيريوز سوريوز بيرسون سيريوز. أي وقتها فما بانيل في الشراردة دو ديغستاسيون باش يحب يوصل يولي بانيل معترف به مع الكوي انترناسيونال والكل. تقيدت معاهم نمشي للشراردة كل مرة في السومين نعملوا دي فورماسيون الجروب كامل، وعدينا لي تيست الأول والثاني والثالث مع الونهاش، كملنا مع الونهاش ومن بعد بعثونا الكوي الاوفيس نتاع الزيت تاع الزيت. اي بقينا عامين معناها نفرموا عامين كاملين اي معناها اي اي حاجه بوسي معناها. اي توا مثلا توا عندنا تروازيام نيفو في الديغستاسيون، معناها هذيك هما بريمير نيفو دوزيام نيفو تروازيام نيفو. وزاده توا جو سوي ممبر دو بانيل دو ديغستاسيون مع افيك الكوي انترناسيونال. داكور سو انترناسيونال. اي بصراحة خرجت أبار إنه ممبر دو بانيل الكل إني في حد ذاتي معناها تو كيف الزيت نذوق نعرفوا شنو الفاريتي الشتوي شملالي وسلاتي بالذواقة كهو. وزيد تعرفوا زيت شومي لامبونت كورونت معناها تولي تفهم من الذواقة، فهمتني من الذواقة. وديجا توا حتى كي باش تحلل الزيت راهو يتحلل والذواق راهو يعطي النوت نتاعو منا معناها بالذواق. الذواق هو حتى الفالور نتاع الذواق حتى اقوى حتى من لازم خبير يذوق. عندنا ما شاء الله في تونس عندنا ذواق ما شاء الله بالحق في زيت الزيتون عندنا ما شاء الله. عندنا هذا حضاره كامله تونس ما شاء الله والله انا زيتونات كما قلت انت قبيليك تاريخيه تاريخي بالحق معناها. هذيك زاد اللي عاوني برشا في الباركور باش نخدم زيت دو كاليتي. بالحق عاوني بالكدا معني انا وقت مثلا الزيتون يبدا ما نفوتش فيه 24 معناها تجمع نعصر تجمع مغفصة برا هز بوز ولا ما نخدموش ما ناخدوش انا يعني من فهمتني. أصل حتى تو حتى في دارنا حتى قبل كانوا يجمعوا ويرقدوه الزيتون اللي تجمع الكل وبعد يمشوا يعصروا. تو تنحت لهم الفكرة ديك كي يجربوا لقوا الزيت كيفاش ما شاء الله بارابور لقبل ولو زادوا هما عندهم اكزيجون في الكاليتي معناها ولو يجيبوا برشا نسيف باش في نهار لطارت معناها نهارين تك 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 وباش يعصروا في ساعة باش يجيهم زيت طيارة حتى للمونة معناها ما مشكلة قبل للعولة بالحق للعولة قبل رانا نجمعوا يقعد يكدس من بعد يلقى مولوط خمر كي باش يخمر لك مولوطة ما باش يعطيك في الزيت يجيك ويل خامر معناها. نعملوا عندك فورماسيون والله مرحبا بكم مرحبا ولا مرحبا والله مرحبا في كل وقت سيونس واحدة تولي أمها تفهم في ديفو ولا ما فيش يتعدى ولا ما يتعداش يزي. وهي في الآخر راهو فما شكون اللي يحب ديجيستي فما لا راهو هي ما فيهاش قراية فيها حتى اللي ما يشوفش ينجم يذوق ويفرق معناها ما يسمع معناها فهمتك. القوة الكل في الذواقة كهو معناها مش حاجة نتصور زاد الحاسة الشم هي الفرويتي هو شنية هما تروا فاكتور اسونسيل اللي هي الفرويتي الشمان هي تحط الزيت فما كيس سبيسيال باش ما يأثرش على اللون تحط فيه الزيت تسخن باش لي زاروم يخرجوا الفوق وبعد تشم تنجم تشم ديريكتومون من هنا باش تعرف معناها فرويتي طالعة متوسطة ضعيفة فهمتني. وبعد الذوق على لسانك تجبد معاه الهواء باش يدور الزيت على لسانك كامل باش تشوف لامرتي مر برشا مر شوية تكريم تاع ومن بعد تبلع باش تشوف بيكون برشا مش بيكون حار معناها برشا ولا مش حار متوسط كيك. ومن بعد تعطي لي نوت من 0 حتى 10 تعطيه 5 تعطيه 7 تعطيه 0 تعطيه 1. هاي فورماسيون اونلاين ومن بعد نطبقوه ديريكت مش مشكل. انا نشوف اللي في تونس ما عندناش ثقافه ميمسي ننتجوا برشا معناها منتجين الكبار في العالم في زيت زيتون ما عندناش برشا ثقافه حتى الاستهلاك بتاع زيت زيتون معناها ديما التوانسه ثم براج مش الكل معناها يستعمل صحيح هو حتى
الاسوام معناها ما همش معناها السوم كمان غالي، مي حتى في ثقافتنا معناها في ثقافة في العائلات التونسية، مش العائلات الكل عندها معناها أنها معناها تطيب بالزيت الزيتون، معناها مش الناس الكل معناها مازالت تتصور ثم خدمة لازم تتخدم بارابور للثقافة هذه ولا؟ والله يخزر هو كان يعرفوا اللي مثلا زيت الحاك ممكن آه. تقلي به مرة طيش، مم. زيت زيتونة راك تزيد تقلي به حتى 10 مرات. شفت مثلا ثم ريت اللي ماشي في باله معناه كي باش ياخذ هذاك هو باش يربح، هو أورا زيت زيتون تربح آه. صحتك وتربح حتى الفلوس راهو آه. بالحق راهو. وحاجة أخرى فما شكون يقول زيت زيتون احنا بيدنا معناها قوي في التطيب، قوي في التطيب هو معناها ما تقليش زيت زيتونة كيف طيب به ما تقليشو ما مش تقليشو كيما باش قيمته تجيك آه. في الواحد. والله لا فما مثلا مستحيل احنا تكون معنا الزيت ممكن احنا لا البركة نحكي مش العائلات ونتنا الكل معناها. كل شيء بزيت زيتونة معناها آه. الملاوي الطابونة التطيب الأغلبية زيت زيتونة معناها ديما زيت زيتونة هذيك المونة ما فيهاش مونة معناها. أما بحكم تو غلي بصراحة أي الزيت. لأن أما هو تو عملوا السنة سافا يتسمى. مشو كيما تصور سنة أغلى شوية من عملية ولا؟ ما نصورش معناها كما العام اللي غالي برشا اللي لا ما هذاك عام نصورهاش. اكسبسيونيل وفي إن شاء نفس الله. الوقت نتصور ليتر بين العشرة كم يعني ما أي فهمتك مش خاطر ما معناها شاء الله عنا زيتون موجود. من بعد زاد البارابور للبوسيبيتي نتاع التصدير كي يبدا برشا ثم تصدير دونك معناها السوم ينجم يجبد يطلع الزيل مش واضح تو السوم مازال بكري باش ما نشوفوا عادش بكري تسمى نورمالمون وكل شيء واضح. اما تو مثلا الباز هاو بداو آه. يخدموا الباز على 12 دينار تو انت تشوف اللي والبيوع ثم ب مثلا 13. من الحاجات في القطاع تاع التصدير وتعليب والواحد من هذوما الحاجات تقلق انه تقعد لاخر وقت باش تعرف قداش باش تبيع ولا معناها ما ثماش حاجات لازمها تتعمل باش تسهل عليكم انتم معناها تنجموا باش تنجموا تبيعوا بسوم باهي بيان سور يعني وتلقاو زاد اسواق وتلقاو مارشيات لبرا. لا احنا مربوطين بالسوق في إيطاليا في إسبانيا معناها مشنا ماشي نحن حد صحيت للأسف معناها شنو مثلا انت توا جي باش ياخذ من تونس يعرف زيت تونس خير راهم ياخذوا في زيتنا ويصلحوا به في زيوتهم. توا نهارين كي مشينا لألمانيا نمشوا نعملوا نمشوا ديريكت نعمل بروسبكسيون الكل نقولوا رانا احنا توانسة ورا عنا زيت في تونس ورا يقول لك انا ناخذ من إيطاليا. هي إيطاليا هم ياخذوا من عنا نحن في الزيت الكل يقول لك أنا إيطاليا ناخذ من إيطاليا معناها بالحق نحكي لك هذه ديريكت اكسبيريونس معناها معايا فهمت جديدة معناها. حتى الألمان في حد ذاتهم كي يلقى زيت إيطاليا ياخذ ديريكتومون معناها شفنا لي ماغازان شفنا الكل ديما تلقى زيت اسبانيولي زيت طلياني براتيكمون ما لقيناش برشا معناها تونس معناها قليل حتى تلقى والله حتى فما ماركة توقعنا معناها نلقوها حتى كيف ما لقيناهاش في ألمانيا بار اكزومبل. وشفت مثلا في ألمانيا يحبوا الفاريت البيو يخدموا برشا على البيو فهمتني. مي اسألنا زادة غادي توانسة يعيشوا في ألمانيا يقول لك الألماني يحب كي يلقى ماركة تونسية ما يعرفهاش تونس أصلا. يلزمنا خدمة بصراحة خدمة على الثقة تعطي حاجة كريديبل يولي خدمة ولا حتى كيف مشينا مع السيبيكس ومشينا معنا مع الجيزيد الكل كوما فرضنا رواحنا وهانا تونس موجودين وشفنا لسه خاطر فما جروب عمل بروسبكسيون وجروب عمل اكسبوزيسيون معناها كمان كان ديما تتواصل هكاك في كل دولة وفي كل واحد رانا نعرفوا برواحنا راه واحد يجيب واحد بشوية توا نفكوا مارشيات ورجع عندي دي كليون توا في ألمانيا يحبوا عندهم شركة يقول لك لا أعطيني أنا شركتي في ألمانيا راك باش نحط شركة تونسية داخلة اي ثم المشاكل هذوك هي سمعناهم معناها شفناهم وسمعناهم وريناهم معناها بالحق يقول لك ناخذ هكا يقول لك انا ناخذ من ايطاليا ما عندكش نيه باش تاخذ لا شوبك ديريكت
هاي نقولوا له مالها هاي كارت فيزيت وكان ظهر لك مرحبا مرحبا بك. بك. يعني لازم يعرف هو ديجا البريز دو كونتاكت هذيك وتعرف ويعرف ونعطوه يذوق زاده، ها ويعاون وعندك زاده ذوق وما ويجا يسالش. بحذانا ويجب هاي بالحق خدمنا خدمه خاطر مزيانه الحق. الخدمة بارابور إجا بحذانا شوف كي شي تعمل اي شوف اي تعطي ثقة معناها اي خدمنا خدمه باهيه وان شاء الله فما روتور زاد، وفما روتور بالحق، فما دي روتور. ان شاء الله ان شاء الله مم. رسمي تتحرك الامور ونحلوا مارشيات جدد نمشيو ديريكت وحدنا كما قلت انت مش نقعدوا نبيعوا لايطاليا فراغ ما فيهاش بلو فاليو كبير مش كيما باش تبيع معناها في امبالي مريقله عندك كوميم ثم ترانسفورماسيون شين دو برودكسيون كامله خدمت في تونس برشا عباد استنفعت برشا شركات استنفعت والديفيز بيان سور معناها حاجه مهمه ياسر البلاد. بدينا بالواحد وصلنا هكا البروجرام مع جي زاد وصلت حتى اللي عملت البزنس بلان تاعك بلان دافير البلان اي تاعك بعد البلان دافير هما الجازات حدهم حد بلان دافير وبروتيباج. بعد بلان دافير هذيك كي يحكوا معنا الكوتش كل هز البلان دافير راك باش تصير لك الفينانسمون. هزيت زدتوا تحلموا نحلموا ووقتك عملنا ايتود والكل بالحق هو هذاك هو الريال بلان دافير. وقتها عملت بروجي نتاع 500 مليون ناكل اللي هو تعليب معناها ميزون بوتي واميناجمون فوندرولمون سي البروجي كامل. هذا سي لي سيتيرن دو ستوكاج هذاك هو نورمالمون ميزون حسب المعايير زاد ميزون بوتي مش معناها طياره معناها عاديه معناها. اول بنك مشيت لها بي اف بي ام كي مشيت البي اف بي ما يمسيش صب الدوسي تو نشوفوا اول حاجه ماشي بروجي ذي ولا برشا راهم ما نجحوش فيه رجال ما نجحوش فيه. عطاني الاسامي هو معمل مسكر في القروان هو بالحق اكبر معمل مثلا في القروان مسكر معناها هاو ما فماش ومش مخالص بي اف بي حسيلو بلغه اخرى لا. وبالرغم حطيت ما خليت الدوس بعد هزيت حسيلو صبيت في 5 بنك ولا بنك رجع ولا بنك جملة هي حتى باش نرجع نهز الدوسي متاعي عطوني وراقي ما عندش حاجة لا ما عندي ما عندي ما يسيش سيرك البنوك تو يكلموا فيا تو والله تو قبل ما ندخل والله العظيم حتى بي اف بي هو مش نمشي البي اف بي حالي تو باش نمشي تو نكبر علاش ليه اي وين نجم يكون عندهم الحق ممكن خاطر ما نعرفش معناها وقتها يقول لك انا زاد حاجه اخرى يعني من بعد هكاك من وليت لوجع الفينانسمون فهم بروجي اسمه تريس صبيت فيه وقتها وفي البيتش واحد من اللجنه قال لي هكا انت باش تصدر ايه قلت له انا باش وقتها انا عندي كونفونسيون مع شكون في المانيا وقتها ديجا صحناها والله ومن بعد مصحة ديجا شوف معناها قبل بجمع مديت له كلي دو واحدة وقتها في ألمانيا وعندي زاد قريبي في إيطاليا وقتها معناها مديت الورقة هذيك المهم ربحتك 50,000 اللي عندك أي غنى فوتك بعد جي زاد كي صبيت في 5 بنك والكل بعد عيطولي إنيسياتيف قروان إنيسياتيف قروان اللي هي إنيسياتيف فرنسا فما إنيسياتيف قروان فما إنيسياتيف مدنين فما برشا هما في فرنسا. اي خاطر الجي زد عملوا كونفونسيون مع انيسياتيف قروان في الولايه هذيك باش يكملوا معنا. كيف بقينا قالوا لي ديماري قلت له معناها هاني صبيت في رجعت حتى قال لي علاش بادي بالكبير ابدا بالصغير. هي كيفاش باش نبدا بس حسيلو ماكل 500 مليون بديت البروجي ب 8 ملايين كريدي من الانيسياتيف وديجا 8 ملايين وقتها ما يعملوش شيء اسمعني والله العظيم خديتهم من عملتهم صبيتهم فيرمون للفورنيسور في رومبليسوز اللي تعبي معناها واي قبل قال لك ما نعطوك الكريدي ما تحل باتونت صحيح حليت الشركه كيفاش نحل الشركه ديزونغاجمون بداو من غدوه وين كيفاش نحل الشركه وكيفاش قال لك لا ذاك الشرط لازم تحل الباتونت كيفاش نحل الباتونت وانا لا عندي لوكال لا عندي حتى شيء. هنا نصورك الحلمة اللي كانت من الأول الكل بديت هكا تصعب حسيلو كي نقول له 500 مليون عاد بعد قال لي طفلة تحل 500 شكون باش يعطيك 500 مليون خلينا ناخذها من ال 500 مليون راهي بديت معناها بالصرافة وين سي معناها حطيت في مخي لين لازمني معناها نوصل
حطيت معناها يلزمني من لا شيء، معناها يلزمني كي تعرضت للصعوبات هذوك مش وخرت قلتك الحلم وقتاني نعمل هكا ساعات شوية هكا وبعد ترجع وبعد نرجع بعزيمة كبيرة. يلزمني نكمل. يلزمني نكمل أي بالحق. وزاد بالحق انيسياتيف قروان أنا نشكرهم برشا بالحق، عاونوني برشا. راهو مش كان فلوس، راهي الدنيا هي إحاطة ولا إحاطة كومبانيمون خاطر أنا تشبيك زاد تشبيك. مثلا أنا وقتها كان وقتها أنا مشيت باش نكري الأساس باش ما قلت لك أنا شريت تران 1500 متر، وخاطر أنا ما قلت لك عندي بروجي ذاك ندخل في جمعيات والكل. خذيت تران 1500 متر في الباط. انت ناشطة عروقك موجودة. لا ماخذة. وانا وقتها كنت جيت في البروجي معناها حضرت نقولوا نحن انا التران هذاك اصل اي بنك يقول لك راهو خذيت راهو لا ميناجمون ما يمشي معاك حد فيه، البني ما يمشي معاك حد فيه. دونك قلت برا تو نبني وحدي مش مشكلة يعني تو بشوي بشوي. راجلي قال لي لا غادي ما نسكن معناها على اساس ان المعمل لوطه ودار فوق في الباطن والكل. ما عجبتوش الحكايه؟ قال لي لا تحمل مسؤوليتك. قلت تروحي وحدي انا باش نمشي ما عنديش لا وسيله نقل باش نتحرك. ياك هو بعد كي مشيت مع نيسياتيف والكل قلت لهم الكريه 1.5 مليون سامحني باش ناخذ 8 ملايين ونحطهم 8 شهور وانا ما لا ماتريال لا حد شيء نقعد نتفرج فيه لا ما نكريش. قالوا لي شوف خوك شوف. انا بالحق وقتها رجعت معناها من القروان رجعت لدارنا اللي وين الزيتون الوسلاتيه بالحق معناها. كلمت خويا انا عندي خويا في فرنسا عنده جراج كبير بحذا دارنا. قلت له جوهر بلي تعرف هي قال لي هاو خوك حط في كاميون كيفاش نعملوا فيه. المهم هو تفهم هو يا كلمني خويا الاخر قال لي هاو عندي انا كان عنده هكا كالعطريه بحذا دارنا مسكرها خذ. اما قال لي نعرف ايش هاني البني اللي بنيته اعطيني هي. قلت له اوكي اما كنت نحب جاي معاه بابا وقت قال لي نكتب لك بنتي الدنيا كل المهم اخدم على روحك. العائله كانت موجوده ولا اي الحق تاع ربي. هذاك هو كي لقيت سند كتب لي بابا التران هذاك كتب لي خويا زاد فهمتني الجراج وخذي عليا معناها سومه رمزي اللي ما خسيره هو والكل كهو. من وقتها بديت معناها كل مثلا بروجي ولا حاجه تجي نحط ما بديت القرض الصغير ومع ميت يمين يسار والعائله ودا الزيت وشديت الصحيح والزيت موجود نتاع دارنا معناها ما يعطوش الغير يعطوه لي انا. واضح لاكسي موا للماتير بريمير موجوده حاجه باهيه واحد يخرج من حاجه عنده لا موجود معناها نقولوا احنا الباز موجود كانت. ولو دارنا معناها ديما وفير معايا معناها ايش خذ ايش معناها ايش معايا يعاونوني بالكدا. شنو تحب اني وراك يعرفوا معناها. بديت هكاكا بكل 8 ملايين وبعد جاي بروجي قلت لك ثريس هذا 50,000 وقتها خذيت بهم السيتيرن وخذيت دو سيتيرن وخذيت معناها بديت تكبر هذيك بديت اتولي بي اي وبديت في البني وحدي البني كما قلت لك في وحدي نبني ديما نوسع حتى التو مازلت نحب نوسع. بالقدا وسعت بالقدا عملنا ولزت معصره. وليت عندك معصره. وليت عندي تو انيتي دو كونديسيونمون كامله. داكور. عندي لي ستوكاج لي سيتيرن دو ستوكاج وزدت عمناول في آخر الميسرة بريسك معصرة صغيرة تعصر أفروا كهو نجمعوا الزيتون من هنا نعصروا. هذا ايش نقول لك هذا البروسيس كامل توا سور بلاس. زاد نعملوا شو ندي جروب أنا زاد فما بروجي اسمه روت كولينير دو لا جي زد يشوك دي جروب يعيشوا الاكسبيريونس كولينير بالويل دوليف. كيفاش تعمل بالويل دوليف كيفاش تعيش الاكسبيريونس كيفاش تعمل الطابون من لي اكسبيريونس كولينير كسكسي من كل شيء باز ويل دوليف. بديت بالفكره هذيك وربحت انا على القروان الشركه نتاعي وتوا ولت روت تورستيك بين القروان والوسلاتيه. في القروان يعملوا المقروض الكفتاجي جو بحذانا يعيشوا الاكسبيريونس. وليت تعداولك معناها في السيركوي ديجا والله. تو جمعتين التالي جاوني جروب من الهند والله من الهند جاو من الهند ويعيشوا في أمريكا هما ديجا
قلت لها كيفاش شنو الحكاية؟ ايش جاب؟ قالت لي كيفاش؟ بالانترنت. الانترنت. انترنت قالت لي من عم- السيت، ثم السيت عاملينه جهازات هذاك نتاع الرد كلينير خاطر خدموا عليه بالكدا، واضح. وخذاو لي دونك في بروجي لي ادريس وفي شنو في يعملوا كل الادريس واحد التليفون واتساب ليميل خاطر كونتاكتني بار ميل بار واتساب. شنو تعملوا بالضبط وعملناه جاتني من سنغافورة. سنغافورة. وجوني من ماني ما ايطاليا تتخيلش اللي كان واحد اي يجي ما ويعمل همشي. سنغافورة. صعيب اي برشا. اي والله. اي انا اول المشكل. سؤال ديما يجاوبوني بار انترنت، يعني اي جا تدخل الانترنت تلقى الاكسبيريون، تلقى كل شيء معناتها بيان تكتب سور. قولي عميلي صوني عميلي تو يظهر لك كل شيء بالحق. والحمد لله معناها شدينا كبشنا والله. فما برشا ساعة أول أوبيراسيون تاع إكسبور كرهت حاجة اسمها إكسبور، أما لا زيد احكي لنا نكمل. كيفاش اول اكسبيريونس. والله باش نخرج شهادة منشأ نهبط لسوسة ممكن 6 مرات. نهبط جيب الورقة روح جيب الورقة جيب الورقة نقصة هذه. ناقصة حصيلو هذه شهادة منشأ معناها باش تعمل أي ورقة برشا 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 ورق برشا برشا. معناها توا كي شفت البارادوكس ولا هكا شويه ما بين قلت لي معناها ثم كليونات يجيوني من سنغافور ومن الهند بالانترنت، وما بين انت من الوسلاتيه للسوسه معناها اللي نورمالمون تعمل حاجات ديجيتال معناها. لا شيء لا مش حاجات ولا بالحق برشا في معناها مازلنا مصاب تسهل شوية خاطر بالحق فما برشا صعوبات راهو. أنا بالحق جيتني شوك هكا وقت اللي عملت الأوبيراسيون ولا أبو ظبي وقتها نخرج ورقة نقول ما نعرفش أنا لي بروسيدير ما تولوا بارابور المرة الأولى ولوا لي حاجات سهلين معناها. أما نحكي لك مثلا شهادة منشأ بالحق مشيت عليها جي 5 ولا 6 مرات، كل مرة ورقة كل مرة ورقة كل مرة ورقة فهمتني. منها مرة خرجت معناها تلمو روحت باش نجيب الورقة ورجعت نلقى 6 غير درج كملت قالوا في الوقت معناها ما أرجع غدوة. عرفت الفازة برشا. وزيادة حتى فكر برشا أمل اسمعني اللي عنده اللي يحب يوصل يلزمك تشد صحيح، يلزمك تشد الصحيح ويلزمك تصبر ويلزمك جاك اوبستاكل مسيش اعمل حتى بوز هاك وارجع بنفس جديد. هذاك هو انتربرونور هذاك هو يحل في المشاكل. هذاك هو من بعد نقول انا ديما المشاكل اللي تهم المارشي وتهم البيعان اهم المشاكل معناها دون سونس لي بروسيدور. كي تتسهل البروسيدور وما يركز باش يفك مارشي باش يجيب كليون معناها هذاك زاد تجيب انت كليون وتطول عليه في الليفريزون تطول عليه في لي سيرتيفيكا مثلا. ثم كليون يقول لك انا نحب مثلا ثم دي سيرتيفيكا يطلبهم ثم شكون يطلب لك السيرتيفيكا حاليا ثم شكون كل واحد انا اللي شفته في كل دولة كل واحد شنو يطلب عليك معناها خلينا نسهلوا في ساعة احنا باش هنا اموري مريقلة معناها فمش علاش نتعطل الكل خليه في مثلا انا في الاوبرا لقيت لانسبا تبعث ميل يجوك سيرو بلاس وقتاش تقول لهم حاجة باهية. ثم حاجات باهيين زاد حق لانسبا في دومون دو بريليفمون انت الشانتيون الزيت اللي باش تبعثوا يجوك يعملوا لك بريليفمون ويشمعوا لك وتمشي انت تحلل من بعد الزيت هذاك كان اكسترا تاخذ التحليل نتاعك كان اكسترا مش اكسترا ما تنجمش اي كي تبدا ثم حاجات وهكا ديزورغان حق نتاع ربي ما نحكي لك مثلا ذوكم كانوا في ساعة معناها تجاوبوا فهمتني. في الشامبر دو كوميرس انا نحكي لك في سوسة وقتها تعذبت امانه معناها. المره الثانيه مثلا اسهل ممكن خاطر المره الاولى باش تحل دوسي صعيبه والكل من بعد مازلت انت ما تعرفش البروسيدور ما نعرفش البروسيدور وما نعرفش ولا بعثوا لي بارميل شنو الاوراق هزيتهم يا اخي حكايه انا ما نعرفهمش وزيد تما ديتاي ساعات من الاولى صعيبه برشا من بعد تولي اسهل كل مره درجه صحيت. اي وتوا معناها ماشيه في باش نكبر ان شاء الله نعمل كنت لينيتي دو كونسيلمون سيمي اوتوماتيك ان شاء الله تو اوتوماتيك نبدل اوتوماتيك نزيد نكبر في الشين دو برودكسيون. انت تشوف توا مثلا التحديات نتاعك ولا الحاجات اللي انت تحب توصل لهم توا
اللي الكونتيتي والا معناها الكاليتي دون لو سونس؟ شنو هو اكثر اللي تركز عليه انت؟ اسكو كيما تقولي نكبر نتصور باش تكبر في الانتاج زاد، ماهوش اي كان دي سيتيرن نكبر الكاليتي هذيك بدون منازع، يلزم ديما. يلزم كاليتي صعيب باش تقعد ديما في الكاليتي اللي هي معناها اللي لازم تكون معناها والله مش صعيب حتى طرف يولي بروسيس. بروسيس، ما فما حتى شيء صعيب. بروسيس مثلا فما ستاد دو ماتيريتي عمل ستوك كنتي وعندك تعصرة فروة معناها نقولوا نحنا زيتون حي يجيك زيت حي راهو ما يجيك زيت باهي. عندك بروسيس وفهموا البروسيس اصلا حتى كيف تولي معاه ما تقبلوش اصلا معناها راك تواصل هيك بحاجة مزيانة برشا. أنا راني بديت بالحق من لا شيء والله. قعدت معناها ما كل نربح نكبر من زاد برشا دي بروجي قلت لك انيسياتيف قروان عاونوني، راهم شو عاونوني كان فلوس، راهو نحكي لك مش كان فلوس معناها حتى كومبانيمون شكون باش نمشي ما نعرفش لي زادريس مثلا لقيت بلوكاج في بلاصة معينة نرجع لهم. فهمت. ايه فما انا ديما حتى كيف نخدم ديما عندي سند وراي بصراحة. انت أبار عائلتي هذيك حاجة بار معناها صغاري حتى صغاري راهم ولوا متفاهمين معناها معاملين على رواحهم في برشا حاجات. انت جبت حاجه مهمه تو، كيفاش والله توفق بين حياتك العمليه وحياتك الشخصيه ومع صغارك ومع الفامي نتاعك؟ الحق بصعوبة شوية ممكن خاطر حتى راجلي معاوني معناها يشد معاهم صغاري يهز صغاري في حد ذاتهم فاهمين يعاونوني كي تبدا عنا خدمة هكا نمشوا الناس الكل تبدا يد واحده. يد واحدة. ايه يحبوا عندهم الغرام هذيك يحبوا هيا ما نخرجوا للصيني هاي نمشوا للصيني هاي نمشوا فهمتك تبدا ويكاند ولا حاجة الغرام هذيك تغرس راهو بشوي بشوي وجو مش معناها هي اللي يحب يعمل يعملوا معناها تعجب والحمد لله. ولادي ممتازين حتى في قرايتهم راني ما نمشيش للمدارس نشد مدرسة نهز ولدي نهار الأولى وبعد هاني اثنين قدام كيف الأمور الحق والله والحمد لله. اي سي بيان انه نجم توفق بين هذا وهذا، ما ثم يلزم كما اي حاجه معناها ديما الانتربرونور يلزموا بيئه سليمه وتعاون صحيح سينو ما ينجمش خاطر باش يبدا حاجه من الصفر وباش يخلقها وفيها صعوبات المرشي وصعوبات الاداريه وصعوبات واول ما بديت تلقى القباضه فاتش معناها فت لو 28 تجيك خطيه ننسى لو 28 انا مثلا برشا حاجه تلقى سي ان اس اس تك يبعثوا لك هاك مش مخلص سي ان اس اس هاك تعش من بعد راك اما تاكل الصرف يلزم واحد ياكل يقول انت تاكل باش هذوكم يوليو كي هكاك البلايص اللي يوجعوا معناها يوجعوا تولي عملت هذه ما عادش نعملها وانت فما حاجات تعطيهم أهمية بعدك اي فما. اما شنية لازمك ديما تبتكر ديما تحاول تقدم ديما تحاول مثلا السنة تكبر شوية ديما ولبس معناها. انت جبت قلت لي نكبر ولا شنو كيفاش تشوفها المؤسسة متاعك في 5 سنين القدام هكاك كيفاش تشوفها؟ ان شاء الله نبدا نصدر بالحق دي كونتيتي كبار البارشا سيرتو البلدان الافريقيه خاصه مركز عليها عليهم. مشيت للسنغال لقيت صاد باهي كيفاش تو الكونتينر اللي عندي الكوت ديفوار كارفور كوت ديفوار اي باش ندخل الكارفور كوت ديفوار سي بون باهي. التجربة كيفاش كانت وثم دوموند باهية مغادي من البلدان الافريقيه اللي مشيت لهم ولا انا كيف مشيت مثلا هزت زيت كليل وزيت زيتونه وقتها خاطر انا سنين زدت زيت كليل ويلا روماتيزي ويل درومارا زيت زاده ويلا روماتيزي في زيت زيتونه ويل بالقارص زيت زيتونه بالقارص بالفلفل دي ويل اللي معناها سيرتو في لي ريستورون والكل ويل بالسيترون في الحوت في برودوي هذاك طيارة دو تيروار نخدموا ديجا بالزعتر والكليل فهمتني. يقول لك كيفاش هاو الزيت ما يركب عليه شيء اي باللي زارومي ولا الزيت القوم تاعو السيترون وبنين على الاخر
بالحق بنين على الاخر. أي. زيت يبدا هكا فيه البيمون حار، اصل الزيت مش هو ما يركب عليه، عرفت. ثم بالترقيد. والا مثلا انا بوسك عندي معصر مش نعصر الزيت بالسيترون، نحط السيترون والزيت يتعصر يجي كويل اروماتيزي فيه الجوز سيترون وبنين بنين على الاخر. اي فهمت. لا لا عنا ديفيرسيفيكاسيون هذه زادت تحل ديفرسيفيكاسيون. لك مارشيات اخرين. اي تو انت حكيت على ريستوراتور، عباد اي اخرين، عباد اللي اي ينجموا يستعملوا. اي اي ومطلوب برشا سيرتو البرا باهي زاد مطلوب بالكدا اللي ولا نرجع على الافريق، وقيك رجع على الافريق. كيفاش كانت التجربه في السنغال ولا مشيت لفوار في السنغال، سيني فود سيني باك. كان ناجح برشا، وهزيت لي برودوي نتاعي وتستو سيرتو. حسيت حتى اللي ويل دورومارا مطلوب برشا عندها نكون ركايبهم الكل. والله نعرف الكل اي بالحق، خاطر وقت الخذاب رجعوا برشا. حتى في الويل دوليف ما عندهمش السبري نتاع الويل دوليف، انا زاد كونسوماتور برشا. هاي مي اي عرفنا بالقى خدمنا توانسة وقتها، عرفنا وذوقنا، حلينا الزيت ذوق ما يعرفوش حتى كيفاش يتاكل بيه معناها. ووقتها فما طالبينه برشا، معناها طالبينه بالقدا انت شفتوا. والله تو فما بارتناريا ان شاء الله. قلت لي كارفور كوت ديفوار توغو ان شاء الله بينتو ان شاء الله زيد ان شاء الله. هاي سي بيان دافوار سي مارشي لا. اي ان شاء الله. هاي اي خاطر حكينا على البلدان الاوروبيه كي ثم دي ديستيناسيون اخرين، علاش ليه معناها تحل ديما تخليك اي ما تتربطش معناها. والله يبدا معايا بكونتيتي صغيره، كونتيتي صغيره تست المرشي والكل، ورجع لي بكونتونير عجبته معناها. وانا ننصح اي واحد باش يبدا بالشوي باليت. الناس الكل تجرب بعضها. اي ميساج خلي يجرب البرودوي على جرب باليت وتستي المارشي ومن بعد ميساج تو معناها انت تبدا انت تخدم اليز، مش طول تعدي كونتونير وانت ما عندكش شكون باش تسوقها ولا حاجه. اي تخلقك الثقه. ولا يتوانسه الاغلبيه توانسه، راهم توانسه، وعندنا توانسه في العالم كامل، رانا في العالم الكل ما شاء الله علينا بالحق. بالحق راهو عندنا توانسه ناس تخدم، ناس عندهم شركات لبرا، ناس مش انا فماش دوله مشيت لهم ما لقيتش معناها التوانسه. تسمع لازم كلمه نتاعنا موجود. اي ولا في الفوار لازم في الفوار تشوف ما شاء الله. عندنا في تونس عن خاطر ولد بلادك راهو كوميم ديما خير من تتعامل مع اجنبي. راهو لا انا هكا راها انا هكا راها انا واحده من الناس نرتاح. اسهل كلتور كل شيء بيدا ماهيش مش بعيده. دونك هنا يكلموا فيه الكل توانسه يعيشوا لبرا من السويد من بالحق معناها توانسه، ونحب نتعامل مع التوانسه. اي تبارك الله عنا ما شاء الله تقريبا 1,080,000. لا والله في كل بلاصه عنا وناس تخدم وناس بكلمتهم وناس بالحق ما شاء الله وسوريو وسمعتنا باهي في كل دولة. هذا معناها والله وننصح حتى السيبكس قاعدة تخدم في خدمة باهية راهو زادة. السنغال مشيتوا مع السيبكس؟ مشيت مع جيزي مع اكسبرتيز فرانس وقتها، وزادة مع السيبكس نسمو معناها خاطر السيبكس بجنبنا ستون وإحنا بجنبهم بعضنا. فهمت. خدمنا خدمة مزيانة. تونس عرفنا برواحنا بالقد هذوك من الحاجات راهو اللي يعملوا لي كونتاكت واللي تولي انت مع مش تمشي مره وكهو راهو تعاود تقعد تمشي حتى بالخمسه مرات باش تدبر شكون فس وصبر بس والصبر. بينك كي بدينا نحكي وقلت لي وقت اللي كبرت الاتولي نتاعك ولا المعمل نتاعك وكل شيء، وبعد ما انت قلت لي توا رجعوا لي هما لي بنك قالوا لي والله بعد ما عملتش مثلا فينانسمون بانكير انتر طون. لا قعدت لي مويان نتاعك باللي مويان نتاعي. خذيت كريدي من ريزون انتربروندر زاد كريدي سون انتيري، لقيت رجال اعمال وقتها وشجعوني زاد هذاك عاوني 30,000 وقتها كريدي سون انتيري عاوني وصبروا عليا. بالحق معناها فما في تونس عندنا شكون خاطر انا مشيت في التمشي كهو بنوك ما عادش نمشي بنوك، وخلنا نبدا باللي مويان موجود. وتوا مثلا الجمعة الفات تكلمني من البيانا
الو عسلامة عسلامة سونيا هاي نحب نجو بحذاك قلت له سامحني ما معناها مرحبا بيك يجوا الكل ما هاني انا راني جيتكم قبل مشيت حتى باش نحل في كونت مانيش حتى بارك ريجي الكل جيب من البنك المركزي اللي انت ماكش مسالة واش مو انت يدخل شوف من البنك المركزي كون رجعت البيات مشيت للبيات ديريكتومون تك تك نزلت قاعد حليت الكونت نتاعي وخرجت نحكي لك مثلا حتى في والله مشيت باش نحل في كونت مش باش ناخذ في كريدي خاطرين مشروعي فلاحي دونك اوتوماتيكمون نمشي للبيانا ولا واقرب لي للدار واقرب لي البيروية وين انا حال مي وقتها يقول لي جيب ورقه من البنك المركزي ومشيت للبنك المركزي ولا يقول لي ما عندك شيء ماكش انا عمري خديت كريدي يعني كون بعد هي فك علي من البيع انا مشيت للبيات رجعت للوسلاتيه معناها خاطر انا كنت حاله كونت في البيع قلت باش نحل كونت وراهم هكا في قال لي ابقى غادي بقيت تك 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 حليت كونت نتاعي وخرجت تاع الشركه اي ما هذاك كل فهمتني بنكة والبوليتيك فهمتني بتاعها. كيفاش وبديت بشوي بشوية والحمد لله توا شديت ثنيتي والكل ولاباس بالحق الماركة تو معروفة في تونس وخارج تونس توا الكونتيتي اللي تبيع فيها معناها اسكو كان من عندكم انتوما معناها من الفلاحة نتاعكم ولا تاخذوا من اراضي اخرين زيتونات فلاحتنا فلاحتين نتاع دارنا وعمومتي خوالي خاطر انا عندي راجلي من العلا زاده نتاع ودارهم زاده عندهم الزيتون القيم معروف برشا لو بين العلا والوسلاتي فهمت الفازة انا عليه الفاريتي هذيا انا مركزه على القيم الوسلاتي نقولوا نحن الزيتون الروماني نقولوا احنا زيتون الوسلاتي الفاريتي الوسلاتي اما احنا نسموا القيم هكا اي القيم الزيتون هذا نحن نقولوا احنا الحر مثلا في دارنا نقولوا الحر امي تقول الحر حر الخرج معناها الزيتون هذاك ما نبيعوش كنا لانه فيه فروتي طالعه مرتي مقبوله بيكون وشحار برشا 60 ويل كيليبري بنين بالحق ويل بنين بارابور لي زوتر وي مثلا الشتوي حار برشا فما شكون ما يحب فما شكون يحبه راهو فهمتني حار ياسر بارابور للوسلاتي مثلا الشمليلي خفيف مي الوسلاتي تحسوا هكا الكيليبري كما قلت ويل الستين ويل الكيليبري بنين هذاك علاش مشيت في وستين برودوي دو تيروار دو لا ريجيون مثلا القيم الوسلاتي ما تلقاش في بلايص اخرى بار قروان معناها سليانه شوي اما اكثر حاجه بين العلا وسلاتي وحفوز دونك من العائله الكبيره هكا مي غدوه نتصور كي باش يكبر كيما قبل هيك سالتك على دون 5 ans ولا دون 10 ans سيرتينمون باش تمشي لعباد اخرين باش تاخذ من عندهم الزيت ولا تتصور ما الزيت تونس الكل زيتنا راهو زيت تونس كامل زيتنا راهو ما انت كيف تبدا تصدر وتبدا تختم معناها الكل زيت تونس كله باهي زيتنا راهو الكل باهي معناها ما فماش انا بور لو مومون حتى التو ناخذ من الفامي نتاعي من فاميل خوالي خاطر خوالي يعيشوا في جبل السرج على الجبل ديريكت معناها زيتونهم الكل هذاك اللي انا معناها الناس في العلاء فاميل راجلي معناها عندي في الوسلاتيه زيتوننا احنا وعمومتي الكل فاميلتي معناها الكل ما شاء الله الزيتون موجود خير ربي موجود ما شاء الله وزيتون الوسلاتي انا نحب ديما زيت الوسلاتيه معناها زيت الوسلاتية عنا الزيت ما شاء الله كبرت وأكثر أنا بروكوبا معناها ما جسوي أوفير بيان سور أنا أوفيرت باش مع عباد مع الناس آخرين خاطر بالحق أنا في الآخر كي تبدا هكا في الانترناسيونال تحكي على زيت تونس مش على الزيت وسلاتي لا خاطر شفت أنت شادة في الفاريتي هذيك شادة في الفاريتي هذيك خاطر برودوي دو تروار دو لا ريجيون ونحب هذيك هي الاكتيفيتي برينسيبال باهي بون باش نختموا نحن توا الحوار نتاعنا كان عندك ما نعرفش انت سيرتينمون ثم برشا نساء يتفرجوا فينا يحبوا يبداو مشاريع ولا هما في مشاريع ولا مشيت ولا مازالت ما مشيتش ابدا نقولها ابدا اي اسمع ابدا كل obstacle يجيك لو فما فيه الحل ابدا ومن بعد تذكر والله قديش فت تبدا هكا تحس يقول لك جبل وتبدا تطلع له بقدومه ما يسالش ابدا بشوي بشوي اليوم تطلع درجه نهار الثاني درجه نهار الثالث درجه توصل للقمه لا باس ابدا بشوي بشوي انا نقول ابدوا وزاد لازم انت في حد ذاتك تكون عندك لي كومبيتونس في الحاجه هذيك
هذيك أهم حاجة بصراحة. تطوي معناها وتفرمي كما أنت قلت قبيلة يلزمك لي فورماسيون. لي فورماسيون ما يسالش، لي فورماسيون راك فورماسيون تتعلمش منها البرشا، تتعلم منها شوي. أنا عملت لي فورماسيون عالشاركة كان نوريك شيء معناها حتى كيفاش باش تعمل إكسبور تاب بار تاب، كيفاش باش تعمل تجيو في الديوانة، كيفاش خاطر برشا 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 معناها برشا لي كونفيونس اون سوا برشا برشا اعمل لي فورماسيون معناها خاصة مازال يقرا نقولوا اقرا وتكون ما يسالش وخلي للزمن حتى على جنب تو يجي وقته كله يتصاب معناها. نشكر برشا مدام سونيا عميري صاحبة مؤسسة أوليا عميري على المشاركة نتاعها. شفتوا التجربة ثرية جدا اللي بارتاجيتها معنا، نشكرها برشا. نعطيكم إن شاء الله موعد في حلقات أخرى من بودكاست قياديات PME Femina. سي ان بروغرام فريمون اللي ساي باش يعرف بالتجارب متاع رائدات الأعمال في تونس. دونك استناونا في حلقات أخرى.